هتتصرف ازاي لو فجأة دخل عليك عصابة البيت وقتلوا اهلك كلهم قدام عينيك وانت مش عارف تعمل ايه؟ وهل يا ترى هتقدر تاخد حقك وتنتقم من العصابة دي؟ ده اللي هنعرفه من قصتنا النهارده، واللي بينتقم فيها بطلنا بتفكير شيطاني من اللي قتلوا اهله. يلا نستمتع. يبدأ المسلسل في مدينة لوليس مع بطلنا أنجيلو اللي بيكون قاعد هو واخته لوتشي وصديقه كورتو في البيت، وبتكون ام أنجيلو في المطبخ بتجهز لهم الاكل. في اللحظة دي بيقول لهم كورتو ان هو لازم يمشي عشان يتأخر على والدته، وفعلا بيقوم وبيمشي، لكن ام أنجيلو بتخرج من المطبخ وبتديله اكل وبتقول له ياكله هو ووالدته، وبتسأله على والدته فبيطمنها ان هي كويسة، وبيودع صديقه أنجيلو اللي بيوصله لبره البيت. بعدها بيكون أنجيلو واخته في البيت مستنيين ابوهم عشان يعملوا له مفاجأة، فبيستخبوا في الدولاب لغاية ما ابوهم يجي. بعدها بشوية ابوهم بيوصل وهو بيدور عليهم، ولكن فجأة واحد اسمه فينسنت خبط على الباب، فبيروح ابو أنجيلو فاتح له، فبيضربه فينسنت بالنار وبيقتله. فبتحاول ام أنجيلو انها توقفه فبيضربها وبيقتلها. في اللحظة دي بتخرج اخت أنجيلو من الدولاب وبتتحمى في امها، لكنهم بيقتلوها هي كمان. كل ده وأنجيلو في الدولاب مصدوم من اللي بيحصل قدامه ومن موت عيلته. في اللحظة دي بيشك واحد من العصابة ان في حد في الدولاب، وفعلا بيفتحه، لكن بيقدر أنجيلو انه يخرج منه قبلها وبيستخبى ورا الكنبة وهو كاتم صوته. بعد شوية بيخرجوا العصابة، فبيقوم أنجيلو بيلاقي ابوه وامه واخته سايحين في دمهم، فبيتأثر بالمنظر اللي قدامه، لكنه بيجري بسرعة بره البيت بعد ما بيسمع صوت ضرب نار عليه، وبيكون واحد من العصابة بيجري وراه وبيضرب عليه بالرصاص، ولكن بيهرب أنجيلو وما بتقدرش العصابة انها تمسكه. وبيوصل عند بيت صديقه كورتو وهو منهار، وبيحكي له اللي حصل وهو بيعيط، فبيحاول كورتو انه يهديه وبيقول له انه لازم يرتاح وينسى اي حاجة حصلت. وفعلا تاني يوم بيصحى أنجيلو من النوم وبيروح وهو متنكر وبيشوف جنازة اهله من بعيد وهم بيدفنوا، صعبان عليه اهله لانه حتى مش عارف يحضر جنازتهم لان العصابة ممكن تكون بتراقبه وعايزة تقتله هو كمان. وبيعدي الوقت وبيختفي أنجيلو لمدة 7 سنين عن صديقه كورتو، وبيكون كورتو في الوقت ده كبر وبقى عنده محل بيصنع وبيبيع في الخمور، وبيقول واحد من المافيا وبيطلب منه انه يشتري منه خمره، لكن كورتو بيرفض يبيع له، فبيتعصب المجرم وبيضرب كورتو وبيوقعه على الارض وبيبدا يكسر في المحل. لكن في اللحظه دي بيظهر أنجيلو وبيضربه على دماغه لحد ما بيقع على الارض. بعدها بيسلم عليه كورتو وبيساله هو كان مختفي فين طول ال7 سنين اللي فاتوا، وبيحكي له كورتو ان هو فتح المحل ده بس علشان يوفر فلوس علشان يدخل بيها المدرسه. فبيقول له أنجيلو ان هو اسمه دلوقتي بقى افيليو، لكن كورتو بيقول له ان هو اكيد تعبان ولازم يرتاح، وان في اوضه موجوده في المكان يقدر ينام فيها ويرتاح وعشان برضه يكون في امان. لكن أنجيلو بيكمل كلامه وبيعرض على كورتو انهم يشتغلوا سوا في بيع الخمور، وانهم لازم يبيعوا للمافيا علشان يقربوا منهم وفي نفس الوقت يكسبوا فلوس. وفعلا بيروحوا الاثنين لمكان معروف ان المافيا بتتجمع فيه، وبيدخلوا للمكان وبيعرضوا على صاحب المكان الخمره الموجوده معاهم، ولكن بيرفض في البدايه، لكن بيكون موجود 2 من المافيا اللي بيوافقوا انهم يدوقوا الخمره الموجوده مع أنجيلو وكورتو، وفعلا بيدوقوها وبتعجبهم جدا وبيوافقوا انهم يشتروها. لكن في اللحظه دي بيدخل واحد من المافيا اسمه فانجو واللي بيكون من عصابه اوركو، وبيضرب عليهم نار وهو بيسالهم عن واحد اسمه نيرو، وبيشك ان كورتو هو نيرو، فبيقرب منه وبيوجه عليه الرصاص، لكن بيلحقوا أنجيلو وبيقولوا ان هو نيرو، فبيقرب عليه فانجو بمسدسه، لكن بيقدر أنجيلو انه يخطف منه السلاح ويرميه ويهدده بالسكينه، لكن فانجو بيضربه وبيمسك السلاح مره ثانيه وبيضرب عليهم كلهم بالرصاص، لكن بيقدروا انهم يهربوا من الباب الخلفي للمكان، وبيخرجوا الاربعه وبيركبوا سوا عربيه واحده وهم بيتكلموا. فبيسالهم أنجيلو لو كانوا يعرفوا نيرو ده ولو كان موجود فعلا في المكان. في اللحظه دي بيرد عليه واحد من الاثنين اللي معاه في العربيه وبيقول له انه هو نيرو. في اليوم اللي بعده بنلاقي أنجيلو وكورتو الاثنين رايحين فرح اخت نيرو، وبيخطط أنجيلو ان هو يبدا صداقه جديده مع نيرو ويحاول يقرب منه، وبيقدم له شنكه كبيره مليانه خمره كعربون صداقه، ولكن فجاه بيجي مساعد نيرو اللي اسمه بارو وبيبلغه ان ابوه عايزه. وفعلا بيروح نيرو لابوه اللي بيكون فيني زعيم عائله فانيتي، والمعروف بانه واحد من زعماء المافيا الثلاثه وهم اوركو وفانيتي وجالاشيا. وبنعرف ان عائله اوركو كل شويه تقتل افراد من عائله فانتي، وان الموضوع ده مزهق ابو نيرو. وبيتكلم فيني مع نيرو بيقول انهم عايزين يبنوا مسرح كبير عشان يجمعوا فيه عائله اوركو وفانيتي وجالاشا ويحلوا المشاكل اللي بينهم. في الوقت ده بيتعرف أنجيلو على واحد من العيله اسمه فانو، وبتخلص الحفله وبعدها بيتجمع نيرو مع فانو وبيتفقوا انهم لازم يقتلوا فانجو لان هو مسبب لهم مشاكل كتير قوي في الفتره الاخيره، وبيتفقوا ان اللي هينفذ المهمه لازم يكون شخص جديد ومش معروف، وبيجي في بالهم أنجيلو هو الوحيد اللي يقدر ينفذ المهمه دي. وفعلا بيروح لنيرو وبيديله مسدس وبيتفقوا على الخطه. بعدها بيروح أنجيلو وفانو معاهم شخص اسمه تيشرتو عشان ينفذوا الخطه اللي هيقتلوا بيها فانجو، وبيوصلوا للمكان اللي موجود فيه فانجو، وبيكون موجود حارس فانجو اللي اسمه سيربنت، فبيحاول تيشرتو انه يشغل سيربنت، فبيستغل أنجيلو الفرصه دي وبيتسحب وبيطلع شقه فانجو لسه هيضرب عليه النار، فبيلاحظ فانجو فبيجري وبيستخبى وبيبدا يضرب نار على أنجيلو، وكل واحد يفضل يضرب في التاني لغايه ما فانجو بيقدر يهرب من البلكونه. في اللحظه دي بيجي سيربنت وبيضرب نار على أنجيلو، لكن بيلحقوا فانجو وبيضربوا ضربه دواخ وبيقع على الارض، وبيكتشف فانو ان سيربنت هو اللي قتل واحد من اصحابه، فبيقرر فانو انه ينتقم منه، وفعلا بياخده عند مقبره صاحبه وبيضربه بالنار وبيقتله. وفي الوقت ده بيكون أنجيلو مستخبي ورا شجره وشايف كل حاجه بتحصل، وبيتسحب وبيضرب النار على فانو وهو بيقول له ان اسمه الحقيقي هو أنجيلو تيستا، وان هو ابن الراجل اللي قتلوه من 7 سنين. وبيهرب أنجيلو من المكان، وبعدها بيوصل نيرو المكان وبيكتشف ان جثه سيربنت مش موجوده، وبيرجع أنجيلو لصديقه كورتو اللي بيلاقيه لسه مستنيه وبيحكي له عن
اللي حصل وان هو قتل فانو بعد ما قتل سيربنت. تاني يوم بيوصل كورتو لمحل الخمور وبيقابل تيشرتو اللي بيشتغل في المحل وبيقول له انه نيرو امر انجلو انه يقتله لانه شاكك فيه انه هو اللي قتل فانو وده جثه سيربنت وبيحذره. فبيخاف تيشرتو وبيكون متوتر جدا لدرجه ان بتقع منه الكوبايه وبيتعور. فبيسال كورتو ليه نيرو عايز يقتله هو بالذات. فبيقول له تيشرتو وبيحكي له ان الليله اللي فاتت واحد من عيله فانتي. في اللحظه دي بيحاول تيشرتو انه ياخد فلوس من المحل ويهرب بسرعه قبل ما انجلو يوصل له ويقتله. لكن كورتو بيقول له انه مش هيحكي لانجلو ولا اي حد عن اي حاجه وانه لازم يعترف له ويقول له ايه اللي حصل بالظبط في الليله اللي فاتت. فبيرد تيشرتو وبيقول له انه هو ما قتلش حد. بنروح للزعيم اوركو اللي بيكون قاعد بيتغدى ومعاه مجموعه من رجالته لكن ما بيعجبوش الاكل وبيزعق مع الطباخ وبيامر انه يتقتل. فبيعيط الطباخ وبيحاول يعتذر له. في اللحظه دي بيوصل فانجو بيكون متعور في رجليه فبيساله الزعيم اوركو عن اللي حصل له. فبيقول له ان كان في حد حاول يقتله الليله اللي فاتت لكن بيقول له الزعيم انه عايز ينهي الحروب ويعمل صلح بين عائله جالاشيا وعائله فانتي وبيكمل انه مش هيعلن الحرب عشان خاطر شويه اصابات في رجل فانجو. بنرجع تاني لتيشرتو اللي بيحكي لكورتو وبيقول له انه راح الليله اللي فاتت مع انجلو وفانو عند سيربنت وانه ما كانش بيعمل حاجه غير انه بيجهز لهم القعده والخمره. وبيكمل انهم بداوا يتخانقوا مع بعض وان فانو هجم على سيربنت لحد ما وقع على الارض وشاله على كتفه وخرج بيه وركبوا عربيه سوا. وبيكمل انه اخد تاكسي ومشي وراهم لحد ما وصلوا عند مكان قريب من المقابر وان هو كان مستخبي وشاف فانو وهو بيضرب سيربنت بالرصاص. وبيكمل تيشرتو ان هو ما قتلش حد. في اللحظه دي بيظهر انجلو وبيكون ماسك سلاح وبيوجهه على تيشرتو ولكن تيشرتو بيقع على الارض من الخوف وهو بيعيط وبيقول له انه ما قتلش فانو. فبيساله انجلو عن مكان جثه سيربنت فبيحكي له تيشرتو انه عمل حاجه واحده بس هو انه باع جثه سيربنت لشخص اسمه سكوزا واللي بيكون شغال في مكتب الحظر الفيدرالي في المدينه. فبيقول له انجلو انه هياخده ويروحوا للمكتب ده وانه لو ما لقاش جثه سيربنت يعتبر نفسه ميت. في الوقت ده بيكون نيرو ورجالته قاعدين في عربيه ومستنيين انجلو يخرج بجثه سيربنت. وفي اللحظه دي بيخرج فعلا انجلو وكورتو وتيشرتو من المحل وبيركبوا عربيه. فبيأمر نيرو السواق بتاعه انه يمشي وراهم وهم في الطريق بيشوفهم فانجو وبيمشي وراهم بعربيته. في الوقت ده بيكون سكوزا ورجالته متجمعين في المكتب الفيدرالي وبيتناقشوا هيعملوا ايه في جثه سيربنت. بيكون انجلو وكورتو وتيشرتو وصلوا المكان الموجود فيه جثه سيربنت وهم بيتسحبوا وفعلا بياخدوا الجثه ولكن بيلاحظوا وصول فانجو اللي بيهجم عليهم وبيمسك منهم واحد منهم رهينه. وفي الوقت ده بيكون واحد من رجاله فانجو رهينه مع نيرو وبيتفقوا انهم يبدلوا الرهاين لكنهم بيكتشفوا ان دي مش جثه سيربنت. فبيطلع فانجو المسدس وبيبدا تبادل ضرب النار لكن بيقدر انجلو ونيرو انهم يهربوا ويسيبوا الجثه واللي بتكون الدليل الوحيد ان نيرو قتل واحد من عائله اوركو. وبيهرب نيرو وانجلو اللي بيقربوا من بعض وبتكون الثقه بدات تتربط بينهم وبيبداوا رحلتهم سوا بيروحوا ياكلوا. بعدها بيروحوا مكان تخييم عشان الاسعار هناك رخيصه وبيجي عليهم الليل وبيفضلوا يحكوا عن الماضي لغايه ما نيرو حكى لانجلو عن اليوم اللي كانوا رايحين يقتلوا ابوه فيه وانه ما عرفش يقتل الولد الصغير اللي كان موجود ساعتها. وبيكمل نيرو ان ابوه في اليوم ده زعق معاه جدا علشان ما قتلش الولد. في اليوم اللي بعده بيروح مدينه تانية وبيخرج انجلو علشان يتسوق. اما نيرو فبتوصله معلومه ان في واحد بيحاول يوصلهم عشان يقتلهم وان هو راجل ضخم. وبيكون نيرو سكران في الوقت ده وفعلا بيوصل الراجل ده للبلد اللي هم فيها وبيدخلوا على نيرو وهو سكران وبيبدا يلعب معاه ريست لكن الراجل بيهجم على نيرو مره واحده وبيفضل يضرب فيه لكن بيقدر نيرو انه يضربه وبيهرب من المكان بسرعه. وبيستنى انجلو ونيرو الراجل ده لغايه ما يخرج من المكان وبيضربوه بالعربيه بسرعه لغايه ما تتكسر ولكن الراجل بيقدر يقوم تاني. فبيهربوا بسرعه وبيروحوا يستخبوا في مزرعه وبيكون الراجل بيجري وراهم وبيحاول يكسر عليهم باب المزرعه لكنه بيلاحظ ان في شباك وفعلا بيدخل منه وبيهجم عليهم وبيفضل يضرب فيهم وبيحاولوا انهم يضربوه كذا مره لغايه ما بيضربوه فعلا بالسكينه في ظهره ولكن بيظهر قدامهم مره واحده حارس المزرعه ومعاه بندقيه فبيهربوا منه وبيبعدوا عن الطريق. بعدها بيروح الحارس وبيخلص على الراجل الضخم وبيقدر انجلو ونيرو انهم يكملوا رحلتهم بعد ما تخلصوا من الراجل اللي كان بيطاردهم. بعد كده بيتصل بارو على نيرو وبيقول له ان زعيم اوركو عمل هدنه مع عائله فانيتي وبيبلغه انه دلوقتي يقدر يرجع للبيت تاني وهو مطمن بس قبلها لازم يروح يقابلوا الاول في المكان بتاعهم واللي متعودين يسهروا فيه ويسكروا. وفعلا بيروح نيرو وانجلو للمكان وبيلاقوا ان كورتو موجود في المكان لكن كورتو بيتفاجئ لما بيلاقي انجلو ونيرو جايين سوا وانهم بقوا قريبين من بعض قوي كده. وبيتكلم انجلو مع كورتو اللي بيساله هو ناوي يقتل نيرو امتى. فبيجاوبوا انجلو انه هيقتل نيرو بعد ما يوصل لابوه واللي بيكون زعيم فانيتي. وفي اللحظه دي بينادي نيرو على انجلو وبيقول له تعالى اعرفك على زعيم فانيتي. وبيوصل نيرو وانجلو للبيت ولكن بيلاحظ حاجه غريبه وهي ان الحراس متغيرين. بعدها بيهربوا بعد ما بينضرب عليهم نار وبيتصاب واحد من رجاله نيرو وبنعرف ان اللي كان مخطط لكل ده هو فراتي اخو نيرو. بيظهر بعد كده رونالدو اللي بيكون ابن زعيم جالاشيا واللي بيكون السبب في كل ده لان هو اللي اتفق مع فراتي انهم لازم يقتلوا نيرو عشان يخلي فراتي هو زعيم العيله وساعتها يقدر رونالدو يتحكم في كل حاجه ويسيطر على عائله فانيتي. في الوقت ده بيكون كورتو بيحاول يقنع انجلو انهم يهربوا ولكن انجلو بيرفض وبيقول له انه كده مش هيعرف يقتل زعيم فانيتي وينتقم لاهله وانه عايش عشان كده وبس. تاني يوم بيكون الراجل المصاب من رجاله نيرو على وشك انه يموت لو ما خدوهوش بسرعه للدكتور. في اللحظه دي بيقترح انجلو انهم ياخدوه يروحوا الفانجو عشان ينقذوا الراجل ده ولكن نيرو بيتعصب وبيرفض. ولكن في الليل انجلو بياخد صندوق خمره وهو وكورتو بيروحوا الجزيره اللي فيها فانجو علشان يتفاوضوا معاه ويخبيهم في الجزيره ويعالجوا الراجل اللي معاه.
معاهم، ولكن فانجو بيقول لهم انتوا هتدوني ايه في المقابل؟ فبيقولوا له اللي هو عايزه. فبيقول لهم فانجو انه عايزهم يجيبوا له زعيم اوركو لحد عنده، فبيوافقوا على طلبه وبيرجعوا لنيرو وبيحكوا على اللي حصل وانه لازم يديهم الراجل المصاب علشان يعالجوه. وفعلا بيروحوا الجزيره وبيبدا المصاب انه يتعافى، وبيتكلم انجلو مع نيرو ان هو عنده خطه مثاليه عشان يقدروا يجيبوا زعيم اوركو لفانجو، وبيبداوا فعلا التنفيذ وبيروحوا المطعم بتاع زعيم اوركو وبيدخلوا وبياكلوا معاه من الاكله المفضله عنده. ولكن بيتكلم نيرو وبيحاول يستفز زعيم اوركو اللي بيتعصب وبيهدد نيرو بالقتل، ولكن بيسمح له يشرب كاس خمره لاخر مره قبل ما يقتله. لكن نيرو بيمسك الخمره وبيرميها على الارض وبيخرج من جيبه ازازه خمره تانية من اللي كورت وبيعملها وبيعرضها على زعيم اوركو، وفعلا بيدوقها الزعيم وبتعجبه وبيقول له انه هيشتري كل الكميه اللي عنده من الخمره دي. فبيوعده نيرو انه يديله كل الكميه اللي معاه ولكن بشرط انه يحميهم. وبياخد نيرو وانجلو الزعيم اوركو عشان يوروه المصنع اللي بيصنعوا فيه الخمره، وبيبعت اوركو واحد من رجالته مع نيرو عشان يامن المكان. في اللحظه دي بيتكلم انجلو مع اوركو وبيقول له ان هو عايز ينتقم من نيرو وابوه لانهم هم اللي قتلوا عيلته وبيطلب منه انه يساعده. بعدها بيدخلوا المكان، فنيرو بيعرض على اوركو يشرب معاه، لكنهم بيسمعوا صوت غريب وبيحاولوا يشوفوا فيه ايه. لكن في اللحظه دي بيضرب واحد من رجاله نيرو النار، فبيستخبى اوركو بسرعه. وفي اللحظه دي بيمسك انجلو المسدس وبيوجهه على نيرو وبيقول له انا كنت مستني اللحظه دي من زمان. وفعلا بيضرب على نيرو طلقتين فبيقع نيرو على الارض، فبيجري اوركو على انجلو وهو بيحتفل بيه، لكن بنلاقي اوركو داخ مره واحده وقع على الارض. في اللحظه دي بيقوم نيرو من على الارض وبيكتفوا اوركو وبيسلموه لفانجو زي ما اتفقوا معاه. بعدها بيعمل فانجو عزومه وبيعزم كل عيله اوركو على احلى اكل عندهم، وبيقول لهم ان هو بقى الزعيم عليهم وان اوامره لازم تتنفذ. بنروح بعد كده رونالدو ومراته واللي بتقول انه لازم يرجع لها اخوها نيرو تاني، فبيرد عليها انه مش هيسيبه يعيش الا في حاله واحده بس، وهي انه يثبت ولاءه لعيله جالاشيا. وبيكمل ان فراتي هو اللي هيبقى الزعيم في المستقبل، فبتقول له انها مش عايزه تشوف عيلتهم بيتقاتلوا تاني. فبيرد عليها وبيقول لها ان نيرو هو اللي يقدر يعمل كده ويمنع الحرب وان كل حاجه في ايده. وبيكون فانجو في الوقت ده قاعد مع نيرو وانجلو وبيقدم لهم الاكل وبيشكرهم جدا لانهم ساعدوه انه يبقى الملك. وبيكمل فانجو انهم لازم يقضوا على عيله فانيتي وانهم دلوقتي بقوا فريق واحد، ولكن بيسيبوا نيرو وانجلو وبيمشوا وبيركبوا عربيتهم. وبيقول نيرو لانجلو ان فانجو ما عندوش عزيز وانه في ثانيه ممكن يقضي عليهم ويقتلهم. فبيقول له انجلو ان عيله فانيتي هي افضل عيله يقدروا يعيشوا ويستقروا معاها، بس المشكله هتكون في فراتي ورونالدو لانهم عايزين يسيطروا على كل حاجه ويقتلوا نيرو. في الوقت ده بيكون فراتي قاعد في مكتبه وهو بيشرب خمره وباين عليه الحزن، فبيجي له رونالدو اللي بيقول له انه ده مش وقت الندم وانه لازم يفوق عشان يقتل نيرو وان هو افضل شخص يقدر يعمل كده لانه صادق جدا وبيخاف على عيلته. وبيسيب له رونالدو نوع مخدرات على المكتب وبيمشي، فبياخده فراتي بسرعه وبيهدى. بعد كده بنلاقي عم نيرو بيروح لنيرو في مكان خاص بالخمره وبيقابله وبيتكلم معاه انه لازم يرجع للعيله مره تانيه وان كلهم مستنيينه يرجع ليهم، ولكن بيقول له نيرو ان رجوعه خلاص مالوش لازمه وان فات الاوان لانه عارف لو رجع تاني هيتقتل على طول. فبيسيبوا عمه وبيروح لرونالدو وفراتي وبيقول لهم ان نيرو بيشتغل في بيع الخمور بشكل غير شرعي عشان يكسب فلوس. فبيرد رونالدو ان نيرو هو عدو العيله الوحيد وانهم لازم يتخلصوا منه. وبيكون فراتي بيفكر وبيقول لهم ان المساله دلوقتي بقت حياه وموت بينه وبين نيرو وانه مش هيرتاح الا لما يقتله. بنروح بعد كده لنيرو وانجلو وهم ماشيين في الطريق واللي بيكونوا قلقانين على كورتو، ولكن انجلو بيقول له ان بارو معاه وانهم مش لازم يقلقوا. في اللحظه دي بيظهر قدامهم عربيه وبتنزل منها بنت وبيظهر انها فيو زوجة رونالدو واخت نيرو وفراتي، وبتقابل نيرو وبتخليه يقابل فراتي وبيقعدوا يتكلموا سوا. فبيقول فراتي لنيرو ان هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل، ولكن نيرو بيقول له انه مش هيسمح ان عيله جالاشيا تدمر عيله فانتي. ولكن فراتي بيقول له ان اختهم اتجوزت رونالدو علشان ينهوا الحرب بين العيلتين ويعيشوا كويس، لكن نيرو بيقول له ان هو بقى لعبه في ايد رونالدو. فبتحاول اختهم فيو انها تهديهم، ولكن فراتي بيتعصب وبيزعق لنيرو وبيقول له ان هو دايما بيتريق عليه من وهم صغيرين ودايما شايفه قليل جدا وان ده عكس رونالدو لان رونالدو دايما شايفه حاجه كبيره وانه يقدر يعمل اي حاجه. وبيكمل ان لازم نيرو يموت علشان علاقتهم ترجع تاني. في اللحظه دي بتقوم فيو وبتضرب فراتي بالقلم على وشه وبتقول لهم انهم مش معقوله يكونوا اخوات وان مفيش اتنين اخوات بيعملوا ببعض كده، وبتطلب من نيرو انه لازم يكلم رونالدو علشان يوصل معاه الحل. بيروح نيرو وبيقابل انجلو وبيقول انه هيحل كل المشاكل مع رونالدو علشان يرتاحوا وان العيله دي اهم من اي حاجه وانه مش عايز يدخل في حرب مع اخوه فراتي. لكن انجلو ما بيعجبوش الكلام وبيقول انه مش لازم يتاثر بكلام اخواته، وبيكمل ان هو كمان عنده اخت صغيره وبيوعده انه هيخليه يقابلها قريب. بيروح بعد كده انجلو بيقابل شخص اسمه فولبي وبيحكي له ان نيرو ناوي يحل كل مشاكله مع رونالدو وانه مش عاوز ده يحصل. فبيقول له فولبي انه مستعد يعمل اي حاجه يطلبها منه. تاني يوم بيكون فراتي ورونالدو راكبين في عربيتهم وبيقول له رونالدو ان نيرو كلمه واتفق معاه انه يقابله الاسبوع الجاي عشان يشوفوا حل، لكن مره واحده بتظهر عربيه تانيه قدامهم وبيظهر منها ان انجلو هو اللي بيسوقها وجنبه فولبي اللي بيضرب نار على رونالدو. وفعلا بيتصاب رونالدو وبياخد رصاصه في دراعه، لكن بيقدر رجاله رونالدو
رونالدو انهم يضربوا نار على العربيه اللي بتهاجمهم وبيسيبوا فولبي هو كمان في دراعه، ولكن انجلو بيسوق العربيه بسرعه وبيجري لكنه بيقف مره واحده وبيكمل على فولبي وبيضربه بالنار وبيهرب. في الوقت ده بيوصل رونالدو وفراتي للعربيه اللي ضربت عليهم نار وبيتصدم فراتي لما بيلاقيه فولبي، لكن رونالدو بيقول له انه مستحيل يكون نيرو هو اللي عمل كده. وبيروح رونالدو لمراته فيو وبيقول لها ان هو الوحيد اللي يقدر ينهي الحرب بين عائله جالاشيا وفانيتي، والا اخواتها الاثنين هيتقتلوا. وبنعرف من كلامه ان فيو حامل، فبيقول له ان الطفل اللي في بطنها هو الوحيد اللي يقدر يرجع العلاقه بين العيلتين مره ثانيه. في الوقت ده بيكون نيرو وانجلو قاعدين يسكروا ومعاهم فانجو، وبيكون نيرو سرحان وبيفكر وبيقول لانجلو ان هم بيستفادوا ايه من القتل اللي بيحصل، وانهم قتلوا عدد كبير من عائله جالاشيا، وفي نفس الوقت عائله جالاشيا قتلت كتير من عائله فانتي. في اللحظه دي بيجي واحد لنيرو بيقول له في تليفون علشانه، فبيقوم نيرو بيرد على التليفون وبيلاقي اللي بيكلمه هي اخته فيو اللي بتحكي له عن اللي قالوا لها رونالدو، وبتطلب منه انه يجي يقابلهم علشان يوصل لحل. بعدها بشويه بيكون رونالدو وفيو قاعدين مستنيين نيرو، ولكن بيجي لهم الحارس الخاص بيهم وبيبلغهم ان في شخص من طرف نيرو عايز يقابلهم، فبيطمن رونالدو ان ما معهوش سلاح، وبيقابله وبيظهر انه انجلو واللي بيكون معاه ورد وبيديه لفيو، وبيكون جوه الورد ورقه فبتمسكها فيو وبتقراها قبل ما رونالدو ياخد باله، وبيبلغهم انجلو ان نيرو هيتاخر ساعه وهيجي يقابلهم وبيمشي انجلو، فبيجهز رونالدو سلاحه في جيبه وبيقرب من فيو وبيطمنها انها ما تقلقش، لكن في اللحظه دي بتضربه فيو بالرصاص وهي بتقول له انه ده الحل الوحيد علشان تنقذ اخواتها. في اللحظه دي بيدخل انجلو ورجالته وبيتاكدوا من موت رونالدو، وبياخدوا انجلو الورقه اللي كانت في الورد وبيمشوا، وبيبان ان دي خطه كانوا متفقين عليها عشان يتخلصوا من رونالدو. بيروح بعد كده نيرو وانجلو وبيقابلوا فراتي اللي بيكون قاعد في مكتبه وهو حزين وبيعيط وبيسكر، فبيقول له نيرو ان خلاص كل المشاكل خلصت وانهم لازم يرجعوا تاني، ولكن فراتي بيقول له ان هو طول عمره ماشي صح وطول عمره ملتزم في حياته، لكن ابوه ما كانش بيحبه زي ما بيحب نيرو، ويكمل ان هو طول عمره بيغير من نيرو. وفي اللحظه دي بيمسك فراتي المسدس وبيوجهه على نيرو، لكن نيرو بيسبقه وبيضربه بالنار، وبيكون انجلو سعيد باللي بيحصل لان ده كان هدفه من البدايه. وبيروح بعد كده انجلو بيوصل فيو في محطه القطر وهو بيقول لها ان نيرو هو اللي قتل فراتي عشان يثبت ولاءه لعيله جالاشيا، وبتركب فيو القطر وبتمشي وهي حزينه على اللي بيحصل على موت اخوها. بيظهر بعد كده واحد اسمه ديلفي من مكتب الحظر الفيدرالي، واللي بيبان ان هو عايز يتخلص من المافيا وعايز يقضي عليهم كلهم، لكن بيروح كورتو وانجلو علشان يتفاوضوا معاه علشان يبطل يدور وراهم، وبيهددوه ببنته، ولكن برضه بيكون ديلفي مصمم على اللي في دماغه وبيكون مستمر في التحقيقات، فبيأثر على نيرو وبيعطل شغله لدرجه ان نيرو فكر انه يقتله عشان يرتاح. بنلاقي بعد كده كورتو قاعد مع صاحبه اللي بيكون شغال مع فانجو وبيقول له ان فانجو عايزه يشتغل معاه ويصنع الخمره، وبيكون فانجو قدر يسيطر على المصنع اللي كورتو بيصنع فيه الخمره لنيرو وبيديه لديلفي علشان يستغله ضد نيرو، فبيتعصب نيرو من اللي بيحصل وبيقرر انه يخلص عليهم ويقتل عيلته كلها عشان محدش يقف قصاده. في الوقت ده بيكون كورتو وافيلو بيتكلموا وبيبان انهم هيبعدوا عن بعض لان انجلو مصر على حكايه قتل العيله وكورتو رافض، ولكن انجلو بيديله فلوس وبيقول له مش انت كنت عايز تروح الكليه، وبيقول له انه يقدر يروح دلوقتي ملوش دعوه باي حاجه ويبعد عنه. في اليوم اللي بعده بيكون ديلفي خارج في رحله، فبيجي له تليفون تهديد انه يوقف كل التحقيقات اللي بيعملها عشان ما يموتش، ولكن ديلفي بيرفض تاني. وبعدها بالليل العربيه اللي المفروض خاصه بعيلته اتفجرت، ولكن لحسن حظه ما بيكونش فيها، بس المره دي بيوقف ديلفي التحقيقات وبيخاف لانه مش عايز يخاطر بحياه عيلته تاني. وفي الوقت اللي بعده بتحصل محاوله لقتل نيرو ولكن ما بيعرفوش السبب، فبيشك نيرو ان في حد خاين بينهم وبيتعاون مع فانجو ضدهم. وفي نفس الوقت بيكون كورتو قاعد مع فانجو وبنعرف ان كورتو هو الخاين، ويعدي كذا يوم وهم لسه شاكين في كورتو، وبعدها بيروح واحد من مكتب الحظر الفيدرالي لفانجو ومعاه الوصفه اللي سرقوها من مقر كورتو وبيديها لفانجو، وبكده فانجو يكون وصل للي هو عايزه. بعدها فانجو بيبعت لكورتو عشان عايزه، وفعلا بيروح لكورتو وبيوري له فانجو الوصفه، فبيتصدم كورتو وبيتفاجئ انها نفس وصفته اللي بيصنع بيها الخمور، وبيكون فانجو بيفكر انه يقتله لكن بيسيبه وبيديله ظهره وهو بيقول له انه مش عايز يشوفه تاني. فمن كتر خوف كورتو هجم على فانجو من ظهره وضربه لحد ما وقع على الارض، وفضل يضرب فيه بالسكينه وهو منهار. وحاول كورتو انه يهرب من المدينه عشان عارف ان نيرو مش هيسيبه وهيقتله، ولكن واحد من رجاله فانجو كان عارف كورتو وعارف هو رايح فين، فبلغ نيرو بالمعلومه دي، وبيقدروا رجاله نيرو انهم يمسكوا كورتو ويعذبوه قدام انجلو اللي بيكون مش عارف يعمل ايه لصاحبه. بعدها نيرو بيقول لهم ان مفيش قدامهم حل تاني غير انهم يقتلوا كورتو، فبيرجع انجلو لبيته وهو منهار ومتعصب لان كورتو هيموت. بعدها بيجي صاحب كورتو وبيقابل انجلو بيقول له اللي حصل وان كورتو كان عايز يقتل نيرو باي طريقه، فبيتصدم انجلو انه مش عارف صاحبه كان عايز يقتل نيرو ليه، فبيروح انجلو فعلا لقصر فانتي عشان يهرب كورتو، ولكن لما بيوصل بيلاقي ان الراجل اللي كان بيحرس كورتو ميت، وان عم نيرو اللي اسمه جيمس متصاب، وان كورتو هرب، ولكن نيرو بيامر رجالته انهم يدوروا عليه في كل حته ويجيبوه له. وفي نفس الوقت كان انجلو بيدور على كورتو في كل مكان ولكن ما بيلاقوهوش. بعدها بيوصل لانجلو اتصال من كورتيو بيقولوا انهم هيقتلوه لو انجلو ما قتلش نيرو، وبيعرفوا انه هيتصل بيه بكره وبيقفل، وبيكون وصل رساله لانجلو مكتوب فيها كل حاجه تخص انجلو، وبيفضل انجلو ليله كامله من التفكير في الشخص اللي بعت له الرساله. ونروح لقصر فانتي وبيوصل نيرو وانجلو للقصر وبيقابلوا فينسنت زعيم فانتي وبيعرفوا نيرو على انجلو. بعدها الزعيم بيقدم نيرو وبيعينوا الزعيم الجديد على عائله فانتي، وبيبدا الاجتماع ويتكلموا في التفاصيل عشان يقدروا يفرضوا نفسهم اكتر في كل مكان، وبيقرروا انهم لازم يتفاوضوا مع عائله جالاشيا بخصوص موضوع الخمره اللي هم عايزين يبيعوها
بيبيعوها في منطقه جالاشيا، وبيختار نيرو انجلو عشان يقوم بالمهمه دي ويتفاوض معاهم. بعدها بيقعد انجلو مع نيرو وبيشرب نيرو كتير وبيسكر، وبيفكر انجلو ان دي فرصته علشان يقتل نيرو وهو سكران، لكنه بيفكر انه لو عمل كده دلوقتي ممكن يقتلوه، فبيستبعد انجلو الفكره دي من دماغه دلوقتي وبيقوم يمشي. لكن نيرو بيقول له وهو سكران ان هو من 7 سنين ما قدرش يقتل الطفل اللي هرب في اول مهمه دخلها مع ابوه، وان هو حس ساعتها ان ابوه بيقلل منه، عشان كده بدا يقتل ناس كتير عشان يثبت لابوه انه يقدر يعمل اي حاجه. فبيقول له انجلو انه دلوقتي يقدر يقتل الطفل اللي هرب منه من 7 سنين، وبيسيبه انجلو بيمشي يروح لبيت العم جانزو، فبيساله انجلو ان هو اللي بعت له الرساله، فبيأكد له جانزو ان هو اللي بعتها. بعدها بنشوف انجلو لما كان بيتكلم مع جانزو عن الانتقام، ويبان ان جانزو بيكره فينسنت زعيم فانتي، ولكن انجلو بيقول لجانزو انه عايز كورتو علشان يهربه معاه، وبيهدده لو حصل له اي حاجه الرساله هتوصل لنيرو. في اليوم اللي بيسافر انجلو عشان يعمل مفاوضات مع زعيم جالاشيا بعد ما بيهرب كورتو معاه، وبعدها بيظهر انجلو وكورتو بعد ما وصلوا بيروحوا للشقه القديمه اللي كان عايش فيها انجلو قبل ما يرجع تاني للمدينه، وبيقعدوا كذا يوم. ولكن انجلو بيسيب كورتو وبيروح يعمل مفاوضات مع زعيم جالاشيا، وبعد ما بيخلص بيرجع انجلو لقصر فانتي وبيحكي لنيرو اللي حصل بالظبط في المفاوضات. بعدها بيقابل انجلو العم جانزو وبيقول له انا محضر لك خطه لقتل فينسنت بعد 3 ايام بس. وبيروح جانزو ونيرو للمسرح وبيجهزوا اليوم الافتتاح، وبنشوف ان بارو مساعد نيرو وبيدور على اي حاجه توصل لكارتو. وبعدها بيتصل على انجلو بيقول له انه لقى دليل عن كورتو، وفعلا بيروح انجلو بسرعه ليهم، لكنهم بيتهموا انه هو اللي هرب كورتو. ولكن في اللحظه دي مره واحده بيتكسر عليهم الباب وبيدخل كورتو، واللي بيكون جاله اتصال من العم جانزو وقال له انه لازم ينقذ انجلو. بعدها بيسال كورتو انت ليه حاولت تقتل نيرو، فبيقول لهم هو عمل كده علشان ينقذ صاحبه انجلو منهم، وبيكمل ان انجلو ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده وان اللي هو اتصرف من دماغه. وبيفضلوا يسالوا كورتو كذا سؤال لحد ما نيرو بيطلع مسدس من معاه وبيديه لانجلو وبيقول له انت اللي هتقتل كورتو عشان تبرئ نفسك وتثبت ولائك. فبيتصدم انجلو من طلب نيرو وبيكون مش عارف يتصرف ازاي، وازاي هيقدر يقتل صاحب عمره اللي ملوش غيره، لكنه بيفتكر اهله وبيكون مفيش قدامه اي حل غير انه يقتل كورتو والا هيتكشف، وساعتها كل اللي عمله هيروح على الفاضي. وبياخد انجلو المسدس وبيبص لكورتو وبيلومه لان هو اللي وصلهم لكده، وفعلا بيرفع انجلو المسدس على كورتو وبيقتله وبيقدر يثبت ولاؤه لنيرو. بعد كده بيتجمع نيرو ورجالته عشان يتفقوا هيعملوا ايه في اللي جاي، وبيكون انجلو قاعد معاهم لكنه بيكون سرحان في كورتو وفي اللي حصل له، بيفتكر كل ذكرياته معاه من وهم صغيرين، وبيتفقوا انهم لازم يروحوا يقابلوا زعيم جالاشيا. وفعلا بيروح نيرو وبيقابل زعيم جالاشيا اللي بيرحب بيه وبيقول له انه شبه ابوه سنتينو وهو صغير، وبيتفقوا انهم لازم يبداوا حياه جديده وعلاقه جديده مع بعض وبين العيلتين. وبيكمل زعيم جالاشيا كلامه وبيعرف نيرو على ابن اخوه واللي بيكون اسمه فريجا، وبيتمنى انهم يبقوا اصحاب ويقربوا من بعض، فبيسلم عليه نيرو. في اللحظه دي بيدخل عليهم الزعيم فينسنت، فبيقرب عليه زعيم جالاشيا وبيحضنه وبيقول له انه لازم يرتاح ويسيب كل حاجه على نيرو. فبيعرض عليهم نيرو انهم يشربوا سوا من الخمره اللي انجلو كان جايبها ليهم. بنروح بعد كده لانجلو اللي بيتكلم مع زعيم جالاشيا وبيساله لو كان جاهز للسفر الى شيكاغو، فبيقول له انجلو انه مش هيقدر يسيب المكان هنا ابدا، لكن الزعيم بيقول له انه لازم يفكر كويس لانه طول ما هو ماشي ورا نيرو مش هيوصل لحاجه، وان البلد دي صغيره جدا عليه علشان يحقق احلامه، وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل انجلو سرحان وبيفكر هيعمل ايه. بيروح بعد كده انجلو بيقابل جانزو وبيساله لو كان عنده اي تغيير في الخطه اللي هينفذوها بكره، فبيرد جانزو وبيفهمه انه لازم ياخد باله وانه لازم يدخل الاوضه بتاعت فينسنت ويقتله. وبدا جانزو يشرح له ان باب الاوضه ضد الرصاص وانه عشان يقتله لازم يدخل الاوضه بمفتاحها. فبيقول له انجلو انه لازم يعرف ليه هم قتلوا ابوه واهله من 7 سنين. فبيقول له جانزو انه كان معاهم فعلا في اليوم ده لكنه ما ضربش النار على اي حد من عيلته، وان فينسنت ونيرو هو اللي قتلهم. فبيقول له انجلو انه عارف كل حاجه وبيسيبه وبيمشي، ولكن جانزو بيكون واضح عليه القلق وخايف من انجلو. فبيجي له واحد من رجالته وبيساله لو كان فعلا واثق في انجلو وانه يقدر ينفذ المهمه دي من غير ما يأذي زعيم جالاشيا. فبيقول له جانزو انه واثق فيه وانه اول ما يخلص على فينسنت ساعتها هو هيقدر يوحد العيلتين. في الوقت ده بيكون نيرو قاعد في اوضته وبيشرب كالعاده، فبيدخل عليه مساعد بارو وبيتكلم معاه وبيقول له انهم لازم يستبعدوا انجلو من الحراسه لانه اكيد بيكرههم جدا على اللي حصل مع كورتو. لكن نيرو بيقول له ان انجلو اثبت لهم ولاؤه بعد ما قتل صديقه وانه اكتر شخص يقدروا يثقوا فيه، وبيكمل انه لازم يدي لانجلو سبب عشان يعيش عشانه. بنروح بعد كده لفينسنت اللي بيكون مريض في السرير وبيطمن عليه نيرو وبيقول له انه كلم الدكتور واطمن عليه انه كويس، ولكن ابوه بيقول له انه عارف ان خلاص نهايته قربت وهيموت. وبيبدا فينسنت يتكلم مع نيرو وبيقول له انه حاسس بالذنب بقاله 7 سنين لانه قتل صديق عمره هو وعيلته، وبيكمل انه لو ما كانش عمل كده كانت عيله جالاشيا هتقضي عليهم. لكن نيرو بيقول له ان اسم عيله فانتي اهم من اي حاجه واهم من الاصدقاء نفسهم، وبيمسك نيرو ايد ابوه بيبوسه وبيطمنه. تاني يوم بيكون يوم الافتتاح وبيكون متجمع عدد كبير من الناس قدام المسرح، وبيكون انجلو واقف مع الحراس اللي بيأمنوا المكان. بعد شويه بيوصل فينسنت للمسرح وبعده بيوصل قائد جالاشيا وبيقعدوا مع بعض في اوضه واحده مقفوله عليهم من جوه، وبيحكي فينسنت لزعيم جالاشيا ان هو اللي عمل المسرح الكبير ده، فبيقول له زعيم جالاشيا انه عارف كده كويس. وبيجي الوقت وبيكون المكان متأمن بشكل كبير وبتبدا الحفله وبيرحب كل الحاضرين بفينسنت.
فبينبهر زعيم جالاشيا بالمسرح وبيقول انهم ما عندهمش مسرح كبير قوي كده في شيكاغو. في الوقت ده بيكون الحارس واللي اسمه تورو بيأمن المكان، ولكن بيهجم عليه اتنين وبيضربوه بالسكينه في بطنه، ولكن برغم الاصابه بيقدر يضربهم وبيخلص عليهم. لكن في اللحظه دي بيجي انجلو بيكمل عليه لحد ما بيقع على الارض وبيموت، وفجاه بيجي بارو وبيمسكه وبيربطه وبياخده الاوضه مقفوله، وهو بيقول له انه كان شاكك فيه انه اكيد هينتقم لموت صاحبه، وبيضربه بارو بالسكينه في دراعه. فبيتألم انجلو وبيقول لبارو انه لازم يلحق نيرو لان في ناس معاه متربصين ليه وعايزين يقتلوه. وبيكمل وبيقول انه في جيبه ورقه مكتوب فيها اسم الشخص اللي طلب منه يجي للمدينه، وفعلا بياخد الورقه من جيب انجلو وبيقرا اللي فيها، واللي بيكون مكتوب فيها ان فينسنت قتل عيله انجلو بمساعده ابن نيرو والعم جانزو. في الوقت ده بيجي جانزو المكان، فبيقول له بارو ان انجلو خاين وانه كان عامل خطه عشان يخلص عليه هو وفينسنت ونيرو. وبيكون جانزو امر واحد من الحراس انه يروح وينادي على نيرو وعشان هو اللي يقرر هيعملوا ايه في انجلو. لكن في اللحظه دي بيتعصب بارو وبيقول له انه نيرو عمره ما هيوافق ان انجلو يموت، وبيكمل بارو انه عاوز يموت انجلو لانه كان السبب في موت الكثير من اصدقائه منهم فانو. وفي اللحظه دي بيسحب بارو المسدس وبيوجهه على انجلو، لكن بيسبقه جانزو وبيضربه بالرصاص. في الوقت ده بيكون نيرو في الحفله وبيسكر، لكن بيجي له الحارس وبيقول له انه بارو قبض على انجلو وحبسه في اوضه، وفعلا بيروح مع نيرو وبيوصلوا للمكان، لكنهم بيلاقوا جانزو بيتألم واللي بيمثل اللي وقع على الارض، وبيقول لنيرو ان انجلو قتل بارو وضربه وهرب. وبيكمل وبيقول ان انجلو هدفه القائد فينسنت ونيرو هو. فبيتعصب نيرو وهو مش مصدق ان انجلو يعمل كل ده وبيجري عشان يلحق ابوه. في الوقت ده بيكون انجلو فعلا وصل للمكان الموجود في فينسنت وزعيم جالاشيا، وبيبلغهم من ورا الباب ان نيرو بيطلب منهم انهم يخرجوا من الباب الخلفي للمسرح علشان يكونوا في امان. فبيرفض فينسنت، لكن زعيم جالاشيا بيقول له ان انجلو هو الدراع اليمين لنيرو وانهم لازم ينفذوا كلامه عشان يشوفوا في ايه. وفعلا بيقوم زعيم جالاشيا بنفسه وبيفتح له الباب. فبيدخل انجلو وبيرفع سلاحه على فينسنت وبيقول له ان هو اللي قتل عيلته وان هو ابن تيستا اللي قتله من 7 سنين هو وامه واخته. فبيتصدم فينسنت وبيستسلم لنيرو لانه بيكون حاسس بالذنب، ولكن في اللحظه دي بيوجه انجلو سلاحه على زعيم جالاشيا وبيضربه بالنار لحد ما بيقع وبيموت. فبيتصدم جانزو من اللي حصل ان انجلو قتل الزعيم وما قتلش فينسنت، لكن بيقدر استرجو اللي هو الدراع اليمين لزعيم جالاشيا يوجه الرصاص على جانزو ويقتله، وبيأمر كل رجالته انهم يخلصوا على كل افراد عائله فانتي. وفعلا بينتشر ضرب النار في المكان وبيخاف كل الحاضرين في الحفله وبيخرجوا بره المسرح بسرعه. وفي الوقت ده بيكون نيرو بيجري في كل مكان علشان يوصل لابوه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي ابوه واقع على الارض قدامه وباين عليه التعب. فبيجري على نيرو لكن بيقع فينسنت على الارض وبيموت، وهو بيقول ان كل حاجه انتهت. لكن بيقدر رجاله نيرو انهم يقبضوا على انجلو ويربطوه في اوضه. في الوقت ده بيكونوا رجاله جالاشيا بيضربوا نار في كل مكان وبيهجموا على كل مكان موجود فيه حد من عائله فانتي عشان يخلصوا عليهم. وبيكون نيرو قاعد مع واحد من رجالته اللي بيبلغوا ان استرج مساعد زعيم جالاشيا عايز يقتلهم عشان يقدر هو يسيطر على كل حاجه. وبيكمل انهم ما عندهمش ذخيره كافيه عشان يدافعوا عن نفسهم. في اللحظه دي بيجي تليفون لنيرو من فندق لوليس وبيطلبوا منه انه لازم يجي بانجلو ويجوا الفندق لوليس علشان يكونوا في امان. وفعلا بيقرر نيرو انهم يروحوا، وفعلا بيخرجوا من المكان الموجودين فيه وبيلاقوا عربيه مستنياهم. فبيقول لهم السواق ان رجاله زعيم جالاشيا منتشره في كل مكان وانهم لازم يحاولوا يهربوا منهم. في اللحظه دي بيسالهم انجلو هم هيروحوا فين، فبيرد عليه السواق وهو متعصب وبيلوم انجلو لانه كان السبب في دمار عائله فانتي وموت فينسنت. لكن بيطلب نيرو من السواق انه يهدى وبيوجه كلامه لانجلو وبيساله مين اللي طلب منه يعمل كده. فبيقول له ان جانزو هو اللي كان بيخطط معاه كل حاجه وان هو اللي حط الخطه عشان يقتل فينسنت. فبيتصدم نيرو وبيقول له انه كده كل اللي حوالين منه كانوا بيضحكوا عليه وانه كان لعبه في ايديهم. وبيكمل نيرو كلامه لانجلو وبيقول له انه هو اللي كان السبب في موت اخوه فراتي ورجالته تورو وبارو وكل اصحابه. وبيساله نيرو هو ليه ما قتلوش هو كمان عشان يكمل انتقامه. فبيرد انجلو وبيقول له انه كان عايز يحسسه بنفس الالم اللي هو حس بيه طول ال7 سنين اللي فاتوا واللي بيكون اشد من القتل والموت. وبيكمل ان هو كان بيحاول يقرب منه عشان ينتقم من ابوه ياخد بطار عيلته. في اللحظه دي بيتعصب نيرو وبيمسك سلاحه وبيوجهه على راس انجلو، لكن السواق بيلحقه بيقول له انه لازم يهدى وان ده مش مكانه. فبيضرب نيرو انجلو بضهر السلاح على دماغه فبيغمى عليه انجلو، وبيقول له نيرو انه هيأجل موته لوقت تاني. وبيتحرك بيهم السواق لحد ما بيحسوا بالجوع فبيقف قدام مكان عشان ينزل يجيب لهم اكل. وفعلا بينزل السواق، لكن في اللحظه دي بيهرب نيرو بالعربيه ومع انجلو اللي بيكون في الوقت ده سرحان وبيفتكر. وفجاه بنرجع فلاش باك واللي بيظهر فيه انجلو وهو بيتكلم مع استرج بعد قتل زعيم جالاشيا وقبل ما يمسكوا رجاله نيرو. فبيساله استرج هو ليه قتل الزعيم، فبيقول له انجلو لانه عاش ساعات كتير في حياته انه كان عايز رجالته تخلص على كل عيله فانيتي علشان ينتقم منهم زي ما قتلوا عيلته. بنرجع تاني لنيرو وانجلو اللي بيكونوا وصلوا المطعم ودخلوا فيه عشان ياكلوا وبيخلصوا اكل من غير كلام. فبيدي نيرو سجاره لانجلو اللي بياخدها وكانه كان نفسه فيها. في اللحظه دي بيلاحظ نيرو شخص غريب دخل المطعم فبيشك فيه وبيقوم هو وانجلو بيخرجوا بسرعه وبيركبوا العربيه وبيتحركوا لحد ما الليل بيجي عليهم في الطريق. فبيطلب انجلو من نيرو انه يدخل بالعربيه يمين، وفعلا بيتحرك نيرو بالعربيه زي ما طلب منه انجلو وبيوصلوا المكان هادي وبيولعوا النار وبيشربوا خمره ويتكلموا. فبيسالوا نيرو ليه ما هربش خارج المدينه بسرعه، فبيقول انجلو انه كان عايز يشوف انتقامه لحد الاخر. فبيسالوا نيرو لو كان كده راضي باللي حصل ومرتاح، فبيرد انجلو بيقول انه كان فاكر لما يشوف كل اللي قتلوا اهله بيموتوا قدام عينه هيكون مبسوط وهيكون عنده سبب يعيش عشانه، لكنه دلوقتي حاسس ان كل حاجه راحت وما بقاش ليه لازمه ولا سبب عشان
يعيش. في اللحظه دي بيهجم عليه نيرو وهو بيعيط ومنهار وبيساله هو ليه عمل كده وليه ما قتلوش هو كمان عشان يرتاح من الالم اللي هو فيه، وبيكمل ان هو واثق فيه جدا اكتر من نفسه. لكن في اللحظه دي بيزعق انجلو وهو بيعيط وبيقول له انه كان لازم يقتله في اليوم اللي قتل فيه اهله من 7 سنين. فبيتصدم نيرو وبيفتكر اللي حصل في اليوم ده وان كان في ولد صغير قدر انه يهرب منه وما قدروش انهم يقتلوه. وبيقعد نيرو على الارض وبيبص للسما وهو بيفكر هيعمل ايه وبيحاول انه ينام شويه. تاني يوم بيصحوا الاثنين وبيروحوا مكان عشان يفطروا فيه، وبيبان ان انجلو كان جعان جدا وبيخلصوا الاكل وبيخرجوا وبيركبوا عربيتهم وبيفضلوا يلفوا في كل مكان لحد ما بيوصلوا عند مكان فيه بحر وبينزلوا وبيتمشوا عليه. فبيقول نيرو لانجلو انهم ما عندهمش سبب علشان يعيشوا بس هم لازم يعيشوا عشان نفسهم. فبيرد عليه انجلو وبيقول له ان هو اللي مرضاش يقتله عشان كان عايز كده. في اللحظه دي بيرفع نيرو السلاح على انجلو وهو ماشي من ظهره وبيضربه بالنار، وبيركب نيرو عربيته وبيهرب من المكان بسرعه. وبكده بتنتهي قصتنا. سلام. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان تشوفوا المسلسلات اللي جايه.